اليوم غادي نحكي لكم قصة حقيقية وقعت لولد خالتي في مدينة سطات. تحذير إلا كنتي بوحدك في الليل ولا كتخاف من الديور الخاوية، ما تكملش الفيديو، حيت هاد الدار اللي كيدخل ليها عمرو ما كيخرج كيف ما دخل. يلا نبداو القصة ديالنا. في 2019 ولد خالتي سميتو رضا ورث دار قديمة على جداتو، دار في الحومة خاوية حدا المقبرة القديمة ديال سطات. الدار كانت مسدودة 20 عام، الريحة ديال الغبرة والقدام والحيطان فيهم رسومات غريبة، والبيبان كتكركب وحدها. الجيران قالوا ليه يا ولدي رد البال، هاد الدار ساكنها شي حاجة. رضا ضحك وقال هادشي غير خرافات ديال العيالات الكبار، وسكن فيها بوحدو. أول ليلة في 3 ديال الليل فاق رضا على صوت شي حد كيمشي في الكوزينة. تك تك تك. خرج رضا ما لقى حتى شي واحد، ولكن الكاس كان طايح في الأرض وتكسر بوحدو. فاش رجع البيت ديالو لقى الباب ديال البيت سد بوحدو بقوة. في ديك الليلة منعش، بقى كيسمع شي حد كينادي سميتو بصوت جداتو الله يرحمها: رضا رضا جي عندي. نهار التاني رضا طلع للسطح باش ينقي، ولقى في الزاوية شي حاجة محفورة في الحيط. كانت نجمة خماسية وداخل فيها دم يابس، وحدها شعر ديال بنادم مربوط بخيط حمر. في ديك اللحظة الضو ديال النهار كامل طفى، بقى غير الظلام. وسمع صوت من وراه، صوت نفس سخون بزاف حدا ودنو بالضبط، ولكن ملي دار ما لقى حتى شي واحد. هرب لتحت كيجري وهو كيغوت. في الليل الثالث قرر يبات عند صاحبه، ولكن فاش كان يجمع حوايجو الباب ديال البيت الرئيسي تحل بوحدو بشوية. وقف في الباب واحد طويل بزاف، وجهه ما بينش غير كحل، ومد يدو ليه وقال بصوت ماشي ديالي: بنادم في غادي هاد دارنا. رضا غيب هنا فاق حتى السبيطار. 3 أيام بعد من داك النهار رضا هرب من الدار ومرجعش ليها حتى اليوم. باعها بربع الثمن، واللي شراها سكن فيها سيمانة وهرب، حتى هو داره خاوية. ولكن الناس ديال الحومة كيقولوا بالليل كيشوفوا الضو شاعل في السطح، وكيشوفوا واحد واقف حدا السور كيقلب عليهم. كيقولوا سمياتهم واحد بواحد. إلا سمعتي سميتك في هاد الفيديو رد بالك، حيت يمكن تكون تدور عليك انت الجاي. ما تنساش لايك واشتراك إلا كنتي مازال عايش. تصبح على خير.